مشاهدينا، وادي فيران واحد من الوديان الهامة في جنوب سيناء. عشان نتعرف عليه أكتر والمكان الخاص به تحديدا، بيسعدنا يكون معنا من خلال اتصال تليفوني مهندس فاروق شرف، استشاري وخبير ترميم آثار ومنشآت تاريخية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا يا استاذه نوع، ازاي صح يا فندم؟ أهلا بحضرتك، ونتعرف أكتر على وادي فيران وأين يقع. طبعا وادي فيران ده من الاوديه فعلا المشهوره جدا والممتازه جدا على مستوى مصر. وده خليني اقول لحضرتك بيقع في جنوب سيناء، وبيعتبر من اكبر واجمل الاوديه عشان ده بيمتد من الوادي في اتجاه غربي شرقي ولمسافه طويله. وبتحيط طبعا بالوادي سلاسل جبليه عاليه جدا زي جبل البنات وجبل الطاحونه، لكن بيتميز ببعض الخصوبه عشان بيبقى فيه عيون طبيعيه جميله واشجار نخيل وبعض النباتات الصحراويه المتنوعه، فده بيديله ايحاء يعني ليونه شويه. حضرتك وادي فيران ده له اهميه تاريخيه ودينيه علشان كان محطه رئيسيه خلال رحله خروج بني اسرائيل من مصر وفي العصور المسيحيه المبكره. وطبعا اصبح الوادي مركز ديني مهم عشان الرهبان الاوائل اسسوا اكثر من كنيسه واديره صغيره طبعا قبل نقل النشاط الرهباني الى دير سانت كاترين اللي هو احنا عارفينه طبعا في سانت كاترين. طبعا عايز اقول لحضرتك من اهم المعالم الاثريه في الدير في كنيسه العذراء القديمه، ودي من اقدم الكنائس في سيناء وبترجع للعصر البيزنطي، وكان البنى بتاعها على طراز بسيط من الحجر المحلي. في كمان حضرتك بقايا عدد من الاديره الصغيره والكنائس اللي منتشره حول الوادي، ودي واهم الكنائس طبعا القديسين وبعض الهياكل المفروره في الصخور. في كمان زي ما قلت لحضرتك برضه جبل الطاحونه، وده قريب جدا من الوادي واللي كان بيطل على رحله بني اسرائيل. وطبعا جبل البنات، وده جبل شهير طبعا بيطل على الوادي، وكان عباره عن حصن طبيعي لكن كان مليان بالاساطير. على فكره عايز اقول لحضرتك برضه قبل ما انسى، تم تسجيل منطقه وادي فيران ضمن المناطق الاثريه التابعه للمجلس الاعلى للاثار، وده كان في النصف الثاني من القرن العشرين. وايضا برضه تم تسجيل مسار العائله المقدسه كمشروع تراث عالمي لدى منظمه طبعا اليونسكو. وخلينا اقول لحضرتك برضه اهم حاجه بالنسبه للوادي، كان في المشروعات اللي تمت بعد عام 2018 عشان تنشيط السياحه. كان في طبعا مشروع احياء مسار العائله المقدسه، وده كان بالتعاون مع الكنيسه المصريه، واللي بيشمل 25 نقطه رئيسيه من هذه الرحله المباركه. عايز اقول لحضرتك برضه تطوير بعض المحطات المهمه في سيناء زي منطقه سانت كاترين، وده كان بيتم عن طريق تحسين الطرق وانشاء لوحات ارشاديه، وطبعا اعمال الترميم دايما للاماكن الاثريه. 3 في كان مشروع كمان حضرتك تنميه سانت كاترين اللي هو التجلي الاعظم، اكيد حضرتك سمعت عنه. وده كان بيهدف طبعا لتطوير منطقه سانت كاترين حتى عشان تكون مركز عالمي للسياحه الدينيه. تمام. يعني احنا يعني اللي بيتوجه لوادي فيران او بيمر عليه بيحس انه بقعة خضراء في وسط الجبال، منظر بديع سبحان الله يعني. فبالتأكيد هو أحد الوديان الهامة مش بس في جنوب سيناء ولكن في مصر كلها. نشكر حضرتك على هذه المعلومات. كان معانا مهندس فاروق شرف، استشاري وخبير ترميم آثار ومنشآت تاريخية. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل فقراتنا.